اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده هحكي لكم ازاي عملت شات بوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. مش بس كده، ده انا كمان خليته يتكلم عربي مصري بلغه دارجه جدا. فلو جيت هنا وقلت له ازيك يا معلم، المفروض يرد عليا وقال لي يا مساء الفل، ازيك يا نجم، عامل ايه النهارده؟ لو محتاج اي مساعده انا تحت امرك. ولو قلت له قول لي نكته، هشوف هيقول لي ايه. طب اسمع دي: واحد بخيل اتجوز واحدة بخيلة، جاب ولد سموه حاجة بسيطة. لو عايز نكت تانية قول لي وانا اضحكك. نكتة بايخة بصراحة، بس يعني بيحاول. فلو جيت قلت له قول لي عملت ايه امبارح، لما نشوف هيرد عليا يقول لي ايه. امبارح كان يوم هادي بصراحة، قضيت الوقت في تعلم حاجات جديدة وافيد نفسي عشان اكون متواجد هنا واساعدك انت وكل الناس. طب انت عملت ايه امبارح؟ فانا قلت له مفيش، ساعد ولا يهمك، انا هنا، ولو في حاجة في بالك او محتاج مساعدة قول لي وانا معاك على طول. ايه الاخبار؟ فرديت عليه قلت له فكك يا زميلي، ماشي يا نجم براحتك، لو احتجتني في اي وقت انا موجود، خليك تمام. فقلت له قشطه قشطه يا باشا، لو في اي حاجه او موضوع عايز تتكلم فيه انا هنا، خلينا على تواصل. طب ايه رايكم لو قلنا له يكتب شعر دارج؟ فانا مثلا لو قلت له كلمه زعلان، هشوف هيكتب لي ايه. قال لي يا حزين القلب، مالك والهموم، ريح بالك وخلي الفرح يدوم. في الحياة السعادة يوم ويوم، عيش اللحظة وانسى كل الغيوم. يا رب تكون البيتين دول موفقين مزاجك شوية. لو عايز حاجة تانية انا هنا يا معلم. خليني اقول لكم ازاي عملت الشات بوت ده بكل بساطة ومن غير ما استخدم اي كود، باستخدام اداة اسمها فلو وايز. انا هاني جرجس ودي قناة اي اي بالعربي. قبل ما نبتدي خليني اكد عليكم ان عشان تتابعوا معانا الحلقات ديت محتاجين تتابعوا القناة بتاعتنا على يوتيوب اسمها اي اي بالعربي. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات القديمة علشان خاطر السلسلة دي كلها مبنية على بعض، وهي سلسلة ازاي تعمل شات بوت بالذكاء الاصطناعي. احنا هنبتدي من هنا ونشوف اول فيديو، تاني فيديو، تالت فيديو، رابع فيديو، خامس فيديو، واتفرجوا على بقية الفيديوهات اللي بتنزل عشان خاطر تقدروا تتابعوا معانا وتبتدوا من البداية وتشوفوا الخطوات اللي احنا مشيناها عشان نوصل للنتيجة دي، بان احنا نعمل شات بوت مجاني بدون اي تكاليف. اول حاجة هنعملها هنسطب فلو وايز طبعا زي ما احنا مسطبينه قبل كده. واللي ما يعرفش فلو وايز اتمنى ان هو يتفرج على الفيديوهات القديمة بتاعتنا في السلسلة القديمة. اول حاجة بعملها بقول له اد نيو، وفي علامة البلس هنا هو بقول له انا عايز تشين اسمها conversational chain. التشين ديت زي ما اتفقنا قبل كده بتقبل مدخلات وممكن تقبل مخرجات. انا دلوقتي اللي يهمني المدخلات بتاعتها. فاول حاجة هعملها هدخله الشات موديل، وزي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده هو ان احنا بسهولة ممكن ندخل اي شات موديل. مش شرط اوبن اي اي اللي انا بستخدمه، لا انت ممكن تستخدم انثروبيك من كلود، او تستخدم اي شات موديل تاني من شات موديلز اللي انت شايفها قدامك. انا هنا اهوت عشان خاطر سهولة الشرح واللي احنا بنيناه قبل كده نكمل عليه، هستخدم اوبن اي اي وهوصله بيها. وزي ما عملنا قبل كده محتاجين عشان نستخدم اوبن اي اي ان احنا ندخل الكريدنشلز بتاعته. فانا هدخلها زي ما اتعلمنا قبل كده ازاي بندخلها، وبعدين نحدد الموديل بتاعنا انهي موديل. انا هنا اهوت هستخدم 4.0 latest، وممكن اخلي temperature، واتفقنا ان دي مستوى الكرياتيفيتي من اول 0 لغايه 1، انا هخليها 0.7. وبعدين هيحتاج مني ان انا ادخل له ميموري هنا اهوت، فهقول له بلس وبعدين هقفل دي وهنزل تحت هلاقي الميموري. انا مش محتاج اكتر من بافر ميموري دلوقتي اشرح عليه، بس انت ممكن تستخدم اي ميموري تاني تخطر على بالك. وبعدين هوصلهم ببعض وبكده اكون وصلت البافر ميموري بالكونفرزيشنال تشين بتاعتنا. ما تنساش تعمل سيف. انا هنا اهوت هعمل سيف باسم شات بوت مصري، وهعمل سيف، وبكده عملت له سيف. وهبتدي اعمل حوار معاه بكل بساطة. فهقول له اهلا، واشوف هيرد عليا يقول لي ايه. اهلا وسهلا، كيف يمكنني مساعدتك. وده الطبيعي جدا اللي بيعمله اي شات بوت، بس المرة دي انا هعمل تعديلات على الشات بوت دوت عشان يرد عليا ردود انا محتاجها بشكل معين. فهروح اقول له في الاديشنال بارامتر هنا هو شويه تعديلات. هي باي ديفولت بينزل ان هو friendly conversation between human and AI. The AI is talkative and provide lots of specific details from its context. If the AI does not know the answer، انا مش محتاج كل المعلومات ديت، انا هقول لكم بالظبط انا هقول له ايه. انا محضر له هنا هو تمبلت معين بقول له فيه ان اسمك الاسم زكي، اللهجة اللغة المصرية لشاب في العشرينات صايع، ممكن تحط اللي انت عايزه. النبرة ودية غير رسمية وودودة. طريقة التحية
والمحادثة استخدم كلمات عامية مصرية شائعة مثل ازيك، عامل ايه، تمام، ماشي، الخ. طريقة التعامل مع المستخدم: ذكي يتحدث وكأنه صديق للمستخدم، يساعده على اي استفسار او طلب بشكل ودي وغير رسمي. الردود تكون قصيرة وسلسة مع لمسة شخصية ودافئة. واديته نموذج هنا اهوت وقلت له نموذج التحية: ازيك، انا ذكي مساعدك الشخصي، لو محتاج اي حاجة قول لي وانا معاك. نموذج المحادثة: ايه الاخبار، لو في حاجة محيراك او عايز مساعدة انا هنا عشان اساعدك، خلينا نبدأ سوا. وبسهولة جدا انت ممكن تكتب اللي انت عايزه للشخصية اللي انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه بالسيستم مسج اللي انت عايزها او البرومبت اللي انت عايزها، وهيبتدي ينفذ اللي انت بتقوله ده بالظبط. انا هقول له سيف، صدق او لا تصدق انا كده خلصت، وممكن اعمل شات مع الشات بوت بتاعي بمجرد ما هدوس سيف، وهبتدي ابدا كونفرزيشن معاه. هقول له هنا هوت مثلا انا كتبت له قشطه يا معلم، ايه النظام؟ قال لي ازيك يا باشا، كله تمام، لو محتاج مساعده في حاجه معينه في بالك قول لي وانا هساعدك. فانا رديت عليه وقلت له خليك في حالك، فقال لي ماشي يا باشا، لو احتجت حاجه في اي وقت انا هنا، خليك تمام. طبعا انت ممكن تساله اسئله كتير، اكتبوا لي في الكومنتات ايه الاسئله اللي ممكن تحبوا تسالوها له وانا اسالها له، او ايه الشات بوت اللي تحبوا ان احنا نعمله مع بعض واحنا نعمله مع بعض. خليني اخش في موضوع اتقل شويه واصعب الموضوع شويه، وابتدي ادخل عليه شات بوت برومبت تمبلت، فنصعب الموضوع شويه. فاول حاجه هنعملها هنخش هنا اهوت على prompts، وبعدين هنكتب او هناخد شات بوت برومبت تمبلت، انا خدتها معايا وهوصلها. بعد ما وصلتها كل الكلام اللي انا اخدته دوت هاخده من هنا وهحطه في البرومبت تمبلت بتاعي بداله. بس الاهم من ده كله هو ان انا هحط له هنا هوت الهيومن مسج: عايزك تكتب لي نكته على كل موضوع انا بكتبه. فكتبت له عايزك تكتب لي نكته على كل موضوع، وبعدين هبتدي افتح واقفل الكيرلي براكتس، وبعدين هكتب جواها تكست. وعلشان كتبت جواها تكست انا كده بقول له ان الهيومن مسج لما يكتب لك حاجه هو التكست اللي هيكتبه الهيومن مسج. عايزك تكتب لي نكته على كل موضوع، وبعدين الموضوع اللي انا ببصيه له هو كلمه تكست. فهنزل هنا واقول له فورمات برومبت فاليو، وهقول له كلمه تكست اللي جايه لك ديت هي عباره عن الكويستشن العميل بيساله. وبعدين هقول له سيف، ومن هنا هخش اعمل معاه شات مره تاني، وهقول له اي موضوع يخطر على بالي زي مثلا الساحل، فانا هكتب له كلمة الساحل. المفروض ان هو هياخد الكلمة ديت ويحولها لنكتة. ماشي يا باشا، اسمع دي: واحد راح الساحل لقى البحر هادي، قال له ايه يا عم مالك؟ البحر قال له بتفرج على فيلم رعب امواج، ان شاء الله تكون عجبتك. طبعا ما عجبتنيش، نكتة بايخة، بس هو يعني بيحاول، وشات جي بي تي اغلب نكته بايخة جدا للاسف. علشان ما اخدش من وقتكم اكتر من كده، ده كان بسهولة عملنا شات بوت زي شات جي بي تي، بس خصصناه في مجال معين. ممكن بدل ما انا طلبت منه يكتب لي نكتة اقول له اكتب لي شعر، ممكن اخليه يكتب لي اي حاجة. هو الفكرة ان انا بمانيبيليت الكلام اللي بيكتبه العميل واخده في سكة معينة انا عايزها، زي كتابة شعر او كتابة نكتة او غيره من المواضيع اللي ممكن تبقى بالشكل دوت. انا عملت شات بوت، انتوا عليكم الافكار، شوفوا ممكن تستخدموه ازاي. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان انتوا لو محتاجين تعملوا شات بوت لعميل من عملائكم، انا ممكن ادربه على نفس المحتوى بنفس الشكل ويتكلم لهجة المطعم او البيزنس اللي انتوا بتعملوا له الشات بوت. ولو محتاجيني اساعدكم في بناية الشات بوت انا هسيب لكم الايميل بتاعي تحت في الديسكريبشن. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم دوسوا لايك وسبسكرايب علشان تتابعوا الاجزاء الجديدة اللي هتنزل معانا. شكرا.